هذه بداية اليوم والزي. اي والله هذه من علاماته طبعا نشوف وجهك. نروح الحياة أشتري فاحل ثوب لونه أبيض. وش عندك على الأبيض؟ نبي ناخذ لونه بني أزين. لا بني مو حلو، هذا هو البني. هذا البني؟ هذا أحلى من الأبيض هذا. أدفها لك. لا هذا أبيض من هذا. الأبيض أحسن؟ أبشر والله. طبعا هو فاهم رمضان قال فيه عيد. الله يبلغنا وياه، الله يبلغنا وإياكم إياه. فاهمه بعده عيد لازم في ثوب أبيض، لأن كل الأعياد الثوب الأبيض. ما تدري طيب يمكن العيد هذا لونه برد، يمكن نلبس الأسود. لا كل حوياي لابسين إيه؟ كل حوياك؟ حوياي لابسين ثوب أبيض. كل حوياك لابسين ثوب أبيض؟ ما شاء الله على حوياك. هذه فائدة طال عمرك لا جيت وانت عاملين لك مع خياط واحد ويجي طال عمرك قبل الموعد الثوب اللي هم مجهزين لك الثوب، تجي تبي تفصل لما هو مفصل لك ومجهز لك. بيض الله وجهك يا عبد الله. اي والله وجمل الله حالك. لكن اللي اهم من هذا يقول القماشه هذه الابيض المقلم جديد، هذا الحبه الجديده. ايوه يقول عبد الله يراهن ان القماشه هذه بس عنده هو لحاله فقط. خيطنا كذا بس تراهن متخصصين. ما شاء الله. بغض النظر ان الاقمشه هذه بعض الناس ما يحب المقلم ولا يحب اي تشكيله بالثوب الابيض، بعضهم يحبه واقف الثياب اليابانيه القديمه. لكن عبد الله يقول عنده جميع الاقمشه الفخمه اللي عليها الكلام. اقمشه فاخره. ريتشي معروف لا يعرف، غني عن التعريف. هذا بنتلي معروف لا يعرف، رويالتي معروف لا يعرف. رويالتي هذا انا فصلت منه كذا ثوب صراحه بطل. الاقمشه الفاخره موجوده، نراهن على اقل سعر واكثر جوده. كلامنا يا ابو بدر. الله يبيض وجهك. والله طبعا اللي ما يتغنى بالفرصه عند عبد الله راح يجي بعد العشر الاواخر راح يقول له ما في وقت. فاللي بيفصل يفصل من بدري عند عبد الله، هو ما شاء الله عليه من افضل الخياطين على مستوى المنطقه. طبعا هم لهم فروع كذا فرع بالمملكه، فرع بالحفر. عدل الفروع اللي عندكم. والله فروع كثير يا ابو بدر ما شاء الله. وكل ابوهم مستلمين. طبعا هم عائله واحده الله يبارك لهم ان شاء الله، ومسكين الفروع بين بعضهم ومنسقينها وتعاملهم واحد لجميع الفروع. الله يبيض وجهكم. هذا موقع خياط نجد. هذه اشاره استوديو ديجيتال اللي على الشارع العام، هذا اللي مر سابقا مقابل العنايه السريعه على طول. لا يفوتكم والله صراحه من افضل، والله بغض النظر انه يكون اعلان ولا مثله، والله لا خذيت شيء ولا اعطيته شيء، لكن الرجال يستاهل صراحه. وانتم شايفين الثياب علي انا صراحه دائما اصور بالثياب. هذا خياطي من 3 سنوات، الله يبارك له ان شاء الله ويعطيها العافيه، وان شاء الله انه من تميز الى تميز. صراحه ثوبه يسكب عليك مضبوط، واذا ما ضبط ترجع له ويضبطه لك بالشكل المطلوب اللي انت بيه. الحين الاثنين قد بعض، الامور زي بعضها. انا بظهره عشان اقول وين ولد سلطانه من ولد